اصدقاء صديقات قناه افاد، هذه هي الوصفه اللي ان شاء الله غادي نحضروا اليوم. نتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش يعني تحضروا جميع الخطوات وجميع المكونات. نتمنى طبعا ان الوصفه تعجبكم، وندعوكم الى تتمه الفيديو الى الاخير ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء صديقات قناه افاد، جينا في وصفه جديده ان شاء الله اللي هي غنصوبوها. غيكون البطل ديالها هو البروكولي ديالكم. شويه ديال البروكولي غناخذوه بحال هكا، تمام. غنديروا واحد لاكيش اللي ما غاديش تكون بالعجينه، واحد لاكيش ديال البروكولي ما غاديش تكون بالعجينه بحال هكا. نديرو هنايا هذا البروكولي مسلوق. كذلك تنطالبكم باش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وتساهموا في الانتشار ديالها، وما تبخلوش عليا بالملاحظات ديالكم باش نحاول نقدم محتوى جيد ويكون تيروق للجميع ان شاء الله. المهم غادي نمشي نغسل هذا البروكولي وغادي نرجع. دابا ناخذ واحد كاسرونه ديالنا نديرو فيها مليحه ونحطو ديك البروكولي اللي غسلته، تمام. انا تنزيدو الماء اللي تيكون طايب باش تنحافظ على داك الخضوريه ديالو، ما تنديروش يتسلق من الديبار. يعني غادي نديرو غير واحد 5 دقائق يغلي، لانني انا من الناس اللي متنبغيش الخضره هاريه. 5 دقائق فقط وغادي نحيدو من على النار. غنمشي نردو على النار. هنا عندي واحد البصله، ناخذ واحد الحبه ديال البصل نقطعها بحال هكا، وغندير فيها هاد البصيله، غنزيد عليها زويته وغادي نشحرها. غادي نشحر هاد البصيله ديالي نحمرها هكذا. هنايا غادي نجيب واحد نتوما وغادي نبسطو بالمسلك بحال هكا. هذيك البصيله ديالي هي شحرات. ديك 5 غرام ديال الشامبينيون ها هي نقيتها وقطعتها بهذا الشكل. غادي نمشي نضيفها على البصل ديالي. كي شفتوا هاد البصله ديالي هي تسلات، انا نزيد على الشامبينيون ديالي وغادي نكمل نشحر. دابا كيف شفتوا داك الخبز اللي كنت شفتوا معايا انني هذا غادي نستوه في المول ديالي بهذه الطريقه. المهم بحال هكا. وغادي دابا نوجد الخليط ديالي اللي غادي نصبو فيه. دابا غادي نقطع هاد شويه ديال الشاركوتري اللي عندي هنايا مع ديك الطريف ديال الجبن بحال هكا. وغادي نفرتت معاهم هاد شويه ديال الجبن كي قلت لكم بحال هكا. غير غادي نفرتو هاد الجبن ديال سميتها ديال الريكوتا. دابا ندوزو للمرحله الثانيه. غنجيب ديك البروكولي اللي قلت لكم سقتو غير 5 دقائق، ما عطلتش عليه حتى هو. ها هو هذا. نزيد كذلك غنجيب هاد الجبانه ديالي وغندير فيها واحد 4 البيضات. هي عندي 5 البيضات. كنعتقد انني ما رديتش البال للتصوير. زدت واحد كاس ديال الحليب وغنزيد مليحه وغادي نخلط. كي شفتوا درت هنايا 5 البيضات وكاس ديال الحليب. ودابا غادي نزيد داك البصيله ديالي والشامبينيون. درت مليحه طبعا
غادي نزيد ديك الشاركوتري ديالي وديك الجبينه هكذا، وغادي نخلط الجميع بحال هكا. غادي نستف فيه هذا البروكولي بهذا الشكل. ودابا غادي نخوي ديك الخليط ديالي ديال البيض وباقي المكونات هكذا، وغادي ندخلوه للفران. والان ها هو قد وجد الكيش ديالنا اللي درناه بالخبز، ما احتاجيناش فيه العجينه، تيجي غني لذيذ اكيد. لذيذ اكيد ها الشعر. المهم نتمنى تجربوا الوصفه سهله وخفيفه ولذيذه ويعني مليئه بالعناصر الغذائيه. يعني ما تبخلوش على نفسكم، وهذه من الوصفات اللي ممكن يعني تكون كافيه للعشاء او حتى للغداء، لما لا. الا عندكم شي ملاحظات، شي يعني تعليقات، نصائح، تقدروا تكتبوهم في التعليق ان شاء الله ونرد عليهم. شكرا الا صبرتوا حتى لهذه اللحظه في المتابعه ديال الفيديو، ممنونه من القلب. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء الاحباب وجميع يعني المعارف ديالكم. تابعوا قناه افاد، وممنونه من القلب، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.